صابر والصبر يطول عليهم صابر والصبر يطول عسى في صبري شفاعة عسى في صبري شفاعة سبب خل عليه القلب يهمل سبب خل عليه القلب يهمل هميل العين ما كف الدفاع هميل العين ما كف الدفاع الله عليه قلبي من بكرة تملل وشوف الصيد في عالي رضاعة غزاني حبهم والحب يبدل وقلبي العناء زاد الدياع أحبك دون كل الناس واسأل أحبك دون كل الناس واسأل قلبي بالعناء زاد الدياع وقلبي بالعناء زاد الدياع عليهم صابر والصبر يطول عليهم صابر والصبر يطول عسى أنا في صبري شفاء عسى أنا في صبري قلبي وايد كبيرة طبعا. هي ثاني تعاون مع الفنان عبد الكريم عبد القادر ومع الشاعر أخوي عبد اللطيف البناي. كانت محال ومن ثم الصوت الجريح. أذكر الصوت الجريح كانت اشتغلنا فيها في سنة 1988 يعني نتكلم احنا الحين عن 21 سنة. عمر كله إن شاء الله. الله يسلمك. الأغنية إلى الآن الحمد لله مسموعة ومحبوبة وباقية في تاريخ الأغنية الكويتية. أحد الناس يعني اللي يحبون فن عبد الكريم عبد القادر طبعا فنان يعني هو رجل كبير بالسن. يعني مرة وسلم علي قال لي أنور شفت أم كلثوم من أبرز أغانيها شنو الأطلال. قالوا أطلال أم كلثوم. قالوا أم كلثوم. لا قالوا الصوت الجريح قالوا عبد الكريم عبد القادر طبعا من الصوت الجريح. فيقول لي أنور هذا شلون الأطلال بالنسبة لأم كلثوم الصوت الجريح بالنسبة لعبد الكريم عبد القادر يعني باقية بفضل رب العالمين لأنه انطبخت على نار هادية. أصلا صار لقب من ألقاب أبو خالد. نعم. احنا اللقبة بالصوت الجريح على الأغنية الصوت هذه. الجريح. وأنا قلت الموضوع هذا مرة حق عبد الكريم عبد القادر قلت له أنا كنت موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة وصار في سباق لأفضل أغنية غناها الفنان عبد الكريم عبد القادر. طبعا الفنان عبد الكريم عبد القادر طبعا غنى أغاني جميلة كلها. صح. فكان في سباق طبعا واختاروا 50 أغنية من أغانيه وصار عليها تصويت من قبل الجمهور إلى 5 مجموعات. كل مجموعة فيها 10 أغاني. الأستاذ الفنان عبد الكريم عبد القادر والأستاذ الشاعر عبد اللطيف البناي. وأني المطرب اللي أنا كنت يعني أتمنى أني أنا ألتقي معاه وأتمنى أني أشوفه وأسلم عليه أني أنا لحنت له وقدمت أغنية الصوت الجريح. فلها ذكرى في بالي وايد. في المقام الأول طبعا أغلب شركات الإنتاج الكويتية بالذات سكرت أو غيرت نشاطها. صح للأسف. وهذه سابقة خطيرة طبعا. يعني في شركات وايد الآن ما قامت تنتج. ليش؟ والسبة تتكبد خسائر كبيرة. شلون الخسائر كبيرة؟ لأن الأغاني هاي تتسجل على شنو؟ على السي دي. وهذا السي دي ينحط في اللابتوب وينحط في السايتات وينسخ. صح. فما عاد في رقابة على السي دي. فكذي المنتج قاعد يخسر. صح في خسارة كبيرة. الأغنية اليوم تكلفتها غير السابق. يعني في السابق ما كانت تكلفة الأغنية وايد يعني الأغنية بملحنها بمطربها ما تكلف لها 2000 3000 دينار. اليوم تكلف وايد. يعني الألبوم الغنائي يمكن السادة المشاهدين ما يدرون شيء. هذا الألبوم الغنائي اليوم يكلف من 80 إلى 200 دينار. الآن قاموا هم طبعا ينتجون ألبوماتهم ويدفعون. فالمطرب هذا طبعا يتعاون مع شعراء معينين، يتعاون مع ملحنين معينين، يتعاون مع موزعين. فيحاول كثر ما يقدر انه هو طبعا يوفر في مصاريف الالبوم. بالاضافه الى بعض الشخصيات اللي دشت اللي تكتب الشعر وتحط على اشعارها طبعا شيكات، بالاضافه الى ملحنين يحط على لحن شيك. يعني تحط على يدفع حق المطرب يقول له يا فلان والله تعال شيكات. هذا اول مره اسمعها. تعال يا مطرب غني. مو العكس. لا الحين صار غير الحين. اوكي. ليش؟ تعال والله بس. طبعا يبي كلماته تتغنى. ويبي كلماته تطلع والله تفضل يا فلان الفلاني هذه قصيدتي وهذا تشيك فوقها حقك انت.
لهالكلمة. انت المطرب اختار ملحن او انا اختار لك ملحن وهذا تشيك حق الملحن. فالعمليه صارت شنو، المطرب الان يحاول كثر ما يقدر يوفر في البومه، بدال لا يصرف 80,000 يصرف 20,000 وال60,000 تطلع عليه ببلاش. انزين. ويقدم الالبوم، ياخذ مكافاه ويستفيد من الملحنين. طبعا احنا لا بصوب. هذه اثرت على المطربين. المطرب العمليه هذه سلاح ذو حدين بالنسبه للمطرب. اول شيء اذا وقعونا على احتكار تقول لك الشركه انا بصرف على هالمطرب هذا، البومه حيكلفني مبلغ، مو معقول انه يعمل لي البوم واحد ويطلع من يروح شركه ثانيه. طب ما انا خسرت عليه. المفروض ان انا لما اجيب المطرب هذا احتكره في عقود في حفلاته. احنا ندير لك الحفلات وناخذ جزء من العائد. على سبيل المثال المطرب سين مثلا عنده حفله في القاهره، هم يديرون الحفله، اذا هو بياخذ من الحفله 100,000 جنيه هم ياخذون مثلا يسلموا رقبته بهالطريقه. يعني ما المفروض انه يسلم رقبته بهالطريقه هذه. المفروض يعني يكون حر. صح. اوكي انت احتكارك مع الشركه وليكن ماكسيموم 5 سنوات وبعدين تروح شركه ثانيه. هذا اذا انت توك طالع، لان يعني الشركه تتبناك، انت مو معروف، فلما تتبناك وتعمل لك الحان وتعمل لك كلمات وتصور لك فيديو كليب، خلينا تستفيد من وراك. البومين 3 4 5 وبعدين يتنقل الشركه